هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونصدقها، قالها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب وسنة. لا تسمعوا لمن يشكك في السنة أو يطعن في الصحيح البخاري ومسلم. يأتي مهرج من المهرجين كمصطفى الماوري وغيره، فارغ، لا علم لا حلم لا فقه، فارغ من الفرغ، ويتابعه الآلاف. الله أكبر، ما هذه المصيبة؟ ثم يتطاول على البخاري ومسلم. من أنت؟ من أنت؟ أين علمك؟ أين فقهك؟ أين درست؟ لماذا تخوض في البحر الذي لا تحسنه؟ لماذا تدخل مجالا لست من أهله؟ لماذا تركب فرسا لا تستطيع الوقوف عليه ولا السير عليه؟ لماذا تتطاول بلسانك الجذماء حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا تنال بيدك المقطوع نجوم السماء؟ ما هذا التطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما هذه الحملة؟ هذه سنة محفوظة يا عبد الله، حفظت مقالات من قبل الميلاد، مقالات مكتوبة على خرق. ألا يحفظ دين الله؟ ألا يحفظ شرع الله؟ ألا تحفظ هدي رسول الله؟ ألا يحفظ ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حتى يأتي من يأتي، من لا علم له ولا حلم ولا خوف وله ولا ورع، فيتطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا التشكيك؟ ما هذا التشكيك؟ هذه سنة حفظها رب الأنام، هذه سنة. كيف نصلي؟ بينت بالسنة. كيف نزكي؟ بينت بالسنة. كيف نحج؟ نرمي الجمار ونقف بعرفة ونبيت بمزدلفة ونبيت بمنى، ويغتسل المحرم ويلبس إزاره ورداءه ويقول لبيك اللهم لبيك. كيف عرفنا ذلك؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا كثيرا من المسائل والأحكام؟ كيف عرفنا لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحسدوا؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعث النبي عليه الصلاة والسلام صامتا لم يتكلم منذ أن بعث. القرآن أنزله الله بواسطة جبريل. النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث لم يتكلم فقط، لم يتكلم أبدا، ولم يبين ولم يفتي ولم يجاهد ولم يغزو ولم يعظ أمته.